طبعا القطن بيتميز بمظهره الطبيعي والبسيط، وده بيخليه مناسب للديكورات الهاديه والانيقه اللي ممكن تكون في اوضه الليفنج مثلا. ستاير القطن بتكون موجوده باشكال مختلفه، يا اما بتكون ساده او منقوشه بنقشه بسيطه وبتناسب كل الديكورات وكل الاذواق. ده غير ان القطن بيتميز بصفه ممتازه جدا، انه بيساعد على دخول الهواء بسهوله وبيحافظ على اعتدال درجه الحراره في المكان، وكمان بتكون سهله في غسيلها وتنظيفها وبتنشف بسرعه جدا، فده بيخليها سهله في الاستخدام اليومي. واللي بيميز القطن كمان انه بيكون قوي ومتين، ومع استخدامه بشكل يومي متكرر مش بيقل من جودته أو شكله. وبالنسبة للستاير الكتان بتعتبر من الأقمشة القيمة اللي بتضيف لمسة فريدة جدا، ونقدر نستخدمها في أغلب الأماكن، ممكن في الريسبشن أو في الليفينج، وده علشان ملمسها قوي وناعم، لكن أفضل مكان لاستخدامها الريسبشن. ده غير إنها مش بتتكرمش بسهولة، فطول الوقت هتلاقيها شكلها جميل وأنيق، وبيكون موجود منها مجموعة كبيرة من التصاميم والأشكال، وده طبعا بيديكي فرصة كبيرة إنك تختاري على حسب الديكور اللي موجود دلوقتي أو على حسب ذوقك الشخصي. وبكده هنكون عرفنا الفرق ما بين الستاير القطن وستاير الكتان، وايه المناسب ليهم للليفنج او الريسبشن.